الممثل. يعني هو طبعا في نوعين زي ما ساره قالت، انه في الافيش اللي هو المنتج هيبيع بيه، ده من حقه ان هو يبقى له سي فيه ويتدخل فيه، لانه زي ما قال برضو استاذ اشرف انه في حاجه ليها علاقه بالشريف، ليها علاقه بالتوزيع. فهنا لازم يبقى المخرج شاطر قوي في انه يعرف يتفاوض، مش بقصه انه ده ليك وده ليا، مش هينفع طبعا خالص، لانه المنتج يقول له خلاص انا مش عارف ابيع الفيلم ويروح راكنه بسهوله ومش هيقدر يعمل له حاجه. فلازم المخرج يبقى عنده مهاره التفاوض، بانه طب يديله بدايل، طب ده بدل ده، طب ايه رايك في انه ده لما عمل طب الفيلم الفلاني ما كان فيه النجم الفلاني وعمل فيه، يعني لازم هو يبقى قادر على التفاوض في الحته دي. الجزء الثاني اللي قالت عليه سلوى اللي هو ما تحت احنا بنقول الافيش ده اللي هو النجوم اللي هو هيتباع بيهم الفيلم، اللي هو بيبقى 1 أو 2 أو 3. اللي تحتهم بقى فعليا هو المفروض زي ما قال صفية هو ده شغلة المخرج وليس للمنتج ان يتدخل فيه، بس فعليا هو بيتدخل، والمنتج بيبقى والمخرج بيبقى واقع في حته كده برضو صعبه، لانه المنتج بيتعامل مع المخرج حاليا كانه مديره في الشغل. فعلى المخرج ان هو يحاول بقى يتفاهم مع مديره بقى، يراضي مديره عشان يعمل اللي هو عايزه، يعني مش عشان يعمل اللي مديره عايزه. فدي مهاره يعني بيكتسبوها الناس بيسموها مرونه، مش عندي انا خالص للاسف، ادركتها متاخر قوي انه ده كان لازم يكون عندي، يمكن عشان انا ما اشتغلتش مساعد مخرج ابدا، فما شفتش المخرجين وهم بيتعاملوا مع المنتجين ازاي وبالشطاره دي وبالمهاره دي، ومخرجين كبار مش صغيرين يعني. فبس عشان يعني يعني ما تدفعوش الثمن اللي احنا دفعناه، يعني خليكوا اكثر مرونه وتعاملوا مع الواقع بذكاء، وانتوا عارفين انه ده اللي هو مش المفروض يكون، دي مش الاصول. لما انت تمتلك القرار اعمل الاصول، لكن طول ما انت واقع في التركيبه اللي هي مفروض علينا كلنا، حاول تعمل كل اللي انت عايزه باكثر قدر من الذكاء والمرونه والتعامل، عشان كمان المنتج. انا اسف انا عايز ارد عليكي لان انا زعلان منك. تمام، شيطنه المنتج دي حاجه بقت سخيفه. انا حضرت تجربتين مع حضرتك كمخرج، تجربه اشتغلت معاكي كمساعد مخرج في فيلم اسمه احلى الاوقات انتاج دكتور محمد علي، وتجربه ثانيه كمنتج في فيلم نوار. انا ما شفتش في التجربتين علاقه سيئه مع المنتج، وما كانش فيه حد فينا لا انا ولا دكتور محمد مدير عليكي، وكنت بتعملي اللي انت عايزاه تماما. فبس عشان موضوع شيطنه المنتج ده كان طب اسمح لي ارد بعد اذنك يا ساره. انا طبعا ما كنتش اقصد خالص شيطانه دي كلمه كبيره جدا، وانا اقصد مدير بمعنى ايجابي، لان المنتج فعلا مدير. وهقول لك جمله حصلت بيني وبين دكتور محمد العدل اثناء احلى الاوقات. احنا كان بينا خلافات، عايز كذا مش عايز كذا، اللوكيشن الفلاني، الممثل الفلاني، ايام التصوير نشيل، يعني طول الوقت وده شغله يعني. فهو جه مره قال لي هو احنا امتى بقى هنتفق؟ قلت له لا احنا مش المفروض نتفق، لانه لو اتفقنا في حاجه غلط حصلت، يا انا تنازلت لصالح الانتاج فجيت على حساب حاجات فنيه، يا انت تنازلت عن حاجاتك الانتاجيه لحساب الفنيه فتجاوزت البادجت بتاعك، فمعنى كده ان انت خسرت او انا اخسر. قلت له احنا لازم نفضل في علاقه صراع صحي لصالح ان العمل يطلع على افضل مستوى فنيا وانتاجيا. هو ده اللي انا اقصد اقوله لهم بقى، الشطاره دي في اداره العلاقه مع المدير، اللي هو اعمل اللي انت عايزه، لان المدير ده عنده اهداف. هو المدير ده مش جاي غالس عليك على فكره، انا ما كنتش اقصد كده خالص. المدير عنده استراتيجي وعنده بلان وعنده بادجت مش عايز يخرج عنها، وانت عايز تعمل حاجه فنيه جدا، فلازم انت تبقى قادر تبقى في النص تلعب اللعبه دي. وده صراع صحي لو فهمه المخرج والمنتج هيبقى احلى علاقه في الدنيا. وانا ودكتور محمد العدل اصدقاء جدا لحد النهارده، يعني هو بمثابه يعني كانه احد افراد اسرتي، كانه خالي يعني.